رد على أسئلتكم مع حفظ الألقاب. عمرو عاطف، GSGE، يوسف وائل، يوسف جيمنج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا بكم في قناة العاب دودو. الفيديو ده رد على اسئلة حفظ الالقاب عمرو عاطف، GSGE، يوسف وائل، يوسف جيمنج. يلا بينا نبدأ. بسم الله. دلوقتي عشان نملى الاستمارة بتاعت الثانوية هنفتح الاول جوجل كده. فتحنا جوجل، هنكتب استمارة الثانوية العامة. ادي اول اختيار اهوت، استمارة الثانوية العامة. اول اختيار اهو، استمارة الثانوية العامة. هنطلع على اول اختيار، وزارة التربية والتعليم، تسجيل استمارة التقدم للامتحان. جاب لي هنا ايه بقى؟ ادي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. جاب لي هنا ايه بقى؟ تسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2020 2021. تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم الى لجان الامتحانات. متاح الآن التسجيل ومراجعة البيانات للصفوف التالية: الصف الثالث الثانوي، شهادات التعليم الفني، الصف الثاني الثانوي، الصف الأول الثانوي، الصف الثالث الإعدادي. لكي يتمكن من ملء الاستمارة وطباعتها ينبغي أن يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك. مهمة جدا جدا جدا. إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي. لو ليك بريد إلكتروني هتخش بقى تسجيل الدخول، وهنا هيقول لك ايه؟ من فضلك ادخل البريد الالكتروني الموحد. تكتبه في الخانه الفاضيه دي وبعدين تعمل تسجيل الدخول. اذا لم يكن لديك البريد الالكتروني يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الالكتروني المدرسي. ادي انشاء حساب البريد الالكتروني، خش عليه. الحساب المدرسي الموحد للخدمات الالكترونيه. عندك حساب المعلم، حساب الطالب. طبعا مالناش دعوه بحساب المعلم، حساب الطالب. هنخش على حساب الطالب. بوابة إنشاء البريد الإلكتروني للطلبة والمعلمين. تسجيل الدخول، طبعا بيتدخل برقم قومي أو أدخل كود الطالب. فالحاجات دي المفروض عندكم. بعد كده التحقق من البيانات دي. أنا لست برنامج روبوت، بتيجي عادي يعني. تدخل الرقم القومي، تدخل الرقم القومي بتاعك وتدخل الكود. الكود المفروض تبقى واخده من المدرسة. والتحقق من البيانات، وإن شاء الله تلحق تسجل. وبالتوفيق إن شاء الله. ان شاء الله كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، وان شاء الله تلحقوا. انا عشان كده بعته لكم بدري. واساسا ملء الاستماره دي المفروض من اول الترم، فانا ايه كان اخر ميعاد المفروض اللي هو النهارده، فعشان كده بعتها لكم بدري الساعه 12 بعد منتصف الليل، يعني 12 بدايه يوم 21/2. بعته لكم بدايه يوم 21/2، وان شاء الله تلحقوا تملوها وبالتوفيق ان شاء الله. وطبعا في الاخر ما تنسوش تعملوا لايك، شير، سبسكرايب. لو في اي مشكله اكتبوها لنا في التعليقات ان شاء الله ونرد عليكم فيها. وبالتوفيق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.